بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم من هنا أم درمان الإذاعة السودانية. نحييكم ونحن في مطلع عام جديد نتمناه عام خير وبركة وسعادة وصحة على الجميع، ونحن نتمنى أن يتخير هذا العام أجمل الأمنيات وأكثر الرجاءات تحققا، خاصة تلك المخبوءة في الدواخل. أهلا بكم جميعا. وفي الإعداد أمير عبد الجليل، عبر الميكروفون سوسن علي داور، في الإخراج أبو بكر الهادي. أهلا بكم. لكم إذن نحييكم ونحن نحمل معنا كل هذه الأمنيات عبر هذا اللقاء في استوديو الثقافة، ويسعدنا جدا أن ندخل إلى الحضارات النوبية القديمة التي شكلت واحد من ملامح تاريخ السودان وأسست مستقبل السودان. الأستاذ محمد نصر، الإعلامي والباحث في التراث النوبي، هو ضيفنا في استوديو الثقافة. أستاذ محمد، كل عام وأنت بخير. أهلا بك ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم، علم الإنسان ما لم يعلم. التهنئة الشعب السوداني بالعام الجديد وبأعياد الاستقلال بالذكرى الثانية للثورة المجيدة. سعيد جدا أكون ضيف على استوديو الثقافة. الحضارات النوبية التي سنأخذها اليوم كواحد من الأمثلة التي نفتخر بها هو مدخلنا إلى استوديو الثقافة. أستاذ محمد، يعني أنت بحثت في التراث النوبي، ودعنا نبدأ باللغة. اللغة النوبية بدءا أتحدث عن كلمة النوبية من أين أتت. النوبية يقول الباحثون أن كلمة النوبية جاية من نوب أو نوبري. نحن عندنا في اللغة النوبية الدنقلاوية النوبري هو الذهب. يمكن لو اتيحت لي الفرصة أنا أقول قصيدة لأحد الشعراء النوبيين. هذه القصيدة كل مفرداتها نوبية صرفة، ليست بها أي تداخل من أي لغة أخرى، وبها مفردات ليست مستخدمة بل اندثرت. أما اللغة النوبية المتحدثة الآن فكلمات كثيرة دخلت عليها من اللغة العربية. القصيدة بتتحدث عن الكرم النوبي للشاعر الأستاذ جلال عمر، الذي لقبه الباحثون من الغرب بشكسبير النوبة. فهذه القصيدة كتب الشاعر بيقول فيها إنه كان في طفل بيلعب أمام بيته، ومن هناك شاف عدد من الرجال جايين عليهم، فدخل لأمه وقال لها يا أمي في ضيوف جاييننا، في رجال، عدد من الرجال جاييننا، فهل عندك ما يكفيهم أو من الضيافة؟ فالشاعر قال إدي ويسكودي دي منجي وليسه كالغونغار رارتيغونو بيتشيسي جددان بروي جور تيغران غومانشيغونو كانيسيكو دوكي جتيبي إشارو تسكيغونو تندناديغون تنتور ديو دس تنبسو ديغونو إيغان ديو تغور ديمون وبتنار كورسيغونو كادي جنجبون ميرل إسين شقبون وبرتغونو كوركوري كم ترر تيبران تلوكس موندو كانديغونو كوكلوغر رانغوغر وغوغش كارتينا غريغونو كومبوك كوكري كولو داركين كوبانشين تور تنينشيغونو كرير سلبون شلوانا تنسين كبنشيغونو كبن بينون كشامبيلون دسنجل باني نيتشيغونو. دي جزء من القصيدة. فلو لاحظنا انه معظم المفردات هي غير مستخدمة، او يعني من الصعب يعني يمكن لو في المستمعين المهتمين باللغة النوبية في مفردات حتكون غايبة عليهم يعني، او بيكون ما عارفين المعنى بتاعها. طيار النبكت
الأستاذ محمد فضل محمد نصر الإعلامي والباحث في التراث النوبي. الزمن لا يتسع لأن نبحر أكثر، ولكن هناك إن شاء الله وعد بلقاءات حتى نتوسع في هذا المجال الكبير جدا وهذه الحضارة العظيمة جدا، الحضارة النوبية. التحية لأرواح أجدادنا القدماء الذين صنعوا لنا تاريخا نتشرف به. التحية لأرواح شهدائنا لثورة ديسمبر المجيدة، ولكل الذين صنعوا تاريخا ناصع البياض يحمل اسم السودان. شكرا جزيلا محمد فضل محمد نصر. شكرا لكم سيداتي سادتي، كنا معا في استوديو الثقافة. حتى نلتقي، أميرة عبد الجليل في الإعداد، بدور السباعي في الهندسة الإذاعية. تحياتي عبر الميكروفون سوسن علي تاور، أبو بكر الهادي في الإخراج. كل عام وأنتم بألف خير، إلى اللقاء.